لك في القلوب منازل ورحاب، يا قدس أنت الحب والأحباب. لي فيك أقدار ولي دار، ولي أرض وأهل ولي أنساب. لي المسجد الأقصى ولي ساحاته، والمنبر المغدور والمحراب. لي سفر تاريخ أضاء سطوره مجداً، صلاح الدين والخطاب. نبقى وإياكم الآن في هذه الدقائق مع الأستاذ إيهاب نافع، رئيس الائتلاف الطلابي العالمي لنصرة القدس وفلسطين، فليتفضل مشكوراً. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة الحضور، إنه ليوم مبارك وإنها لساعة مباركة يوم أن أنشئ هذا الائتلاف المبارك بفروعه المختلفة. وكان الائتلاف الطلابي العالمي لنصرة القدس وفلسطين علامة فارقة في جميع صفوف الحركات الطلابية وأعضائها الناشطين العاملين لنصرة فلسطين والقدس. التقت آلامهم وآمالهم على قلب رجل واحد. قدموا من أصقاع الأرض يتبادلون الأفكار والهموم ويعدون الخطط لبث الوعي بين أقرانهم الطلاب، بل بين أساتذتهم، بل بين أفراد الأمة جميعاً. وجدوا الناقدين كثيرين يثبطون العزائم ويوهنونها بكل الوسائل والأفعال والأقوال، فكانوا يرشقون هذه اللقاءات بكلمة من هنا واتهام من هناك، فيقولون: ماذا تنفع هذه اللقاءات وهذه المؤتمرات وهذه الخطب، وماذا تقدم لقضية فلسطين؟ ولهؤلاء المثبطين نقول: من كان يرى أن ما يفعله كل مسلم حر أبي تضامنا مع فلسطين وأهلها، فلتفعل يا هذا شيئا مفيدا أو فلتصمت. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن فكر الهزيمة والخيانة على أشكالها، من تنسيق أمني أو تطبيع أو دعاية إعلامية ورضوخ لإرادة المحتل أو غير ذلك، قد شاع وانتشر. فكانت نكبة فلسطين نكبتين: نكبة في وجود الاحتلال وظلمه وعدوانه، ونكبة في وجود أشخاص وحكام من أبناء ديننا وجلدتنا يتحدثون بلغتنا وألسنتنا، ولكنهم يشاركون العدو الصهيوني في سلب أمن هذه الأمة والتعرض لهويتها ولعقيدتها ولمؤسساتها وانتهاك حرماتها، وفي الكيد الدائم لإبعاد أهل فلسطين عن دينهم وديارهم. نجح العدو شيئا ما في زرع فيروس غريب على نسيجنا الاجتماعي، فرأينا، ويا لهول ما رأينا، شبابا وشابات من أبناء جلدتنا، ولا أقول من أبناء ديننا وإن زعموا ذلك، يتبجحون على الشاشات بإنشاء علاقات مع اليهود الغاصبين المحتلين. إنه فيروس غريب، ونحن في زمن الكورونا ينخر أجسادنا ويضلل عقول أبنائنا ويدعوهم إلى الانجراف عن الطريق القويم. وكما يحتاج الفيروس إلى لقاح فعال يقي المرء من تداعيات المرض، كانت هذه المؤتمرات واللقاءات هي خطوة في إعداد هذا اللقاح الفكري الذي يقي الأمة شر هذه الطغمة الفاسدة الحاكمة المتحكمة برقاب العباد وشؤون البلاد. أيها الإخوة الكرام، دوركم اليوم عظيم في فتح هذا العدو الداخلي والخارجي الذي ارتكب كل أنواع الجرائم، فقتل أجدادنا وآباءنا وإخواننا وشرد نساءنا وشيوخنا وأطفالنا،
ولا يزال يغتصب أرضنا ويعدل أسماء المعالم فيها لينسبها إلى نفسه وأجداده، ويزعم أن له تاريخا فيها وأثرا في البقعة المباركة من الأرض. لكنها فلسطين التي باركها الله تأبى أن تكون لغير الصالحين، ولن يرثها إلا أتباع الأنبياء الصالحين المصلحين. لذلك لم يكتفي أبناؤها الغر الميامين بالمواجهة الفكرية، بل كانت المواجهات العسكرية الواحدة تلو الأخرى التي أحبطت خطة العدو في تدمير معنويات الأمة وهزيمتها. وكان آخرها معركة سيف القدس التي أثبتت للعالم كله أن هذه الأمة لا تقهر ولو تآمرت عليها الأمم وتكالبت تكالب الأكلة إلى قصعتها. وصدق فيهم قول الله تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أيها الإخوة الحضور، 6 رجال في سجن محصن لا يملكون إلا عزيمة صادقة قهروا المحتل وتركوه يجر أذيال الخيبة والهوان، وقلبوا أمام أعين العالم كله معادلة حاول العدو الصهيوني أن يثبتها، فإذا هو ضعيف أمام الإرادات الصلبة. وأفهم العالم كله أن هذه الأمة قد تفتر همتها ويصيبها الوهن، ولكنها لن تموت بإذن الله. فكل التحية للأسرى المحررين وللأسرى الموجودين في سجون الاحتلال الذين يتعرضون اليوم للانتقام من سجانيهم بسبب ما أصابهم من تداعي صورتهم أمام العالم. نسأل الله تعالى أن يكون ائتلافنا هذا بجميع فروعه ومندرجاته خطوة صادقة نحو التحرير والنصر والتمكين، وأن يكون لقاؤنا القادم في كنف المسجد الأقصى فاتحين محررين لا مطبعين بإذن الله تعالى. والله أكبر ولله الحمد. نشكر الأستاذ إيهاب نافع على هذه الكلمة الطيبة، جزاه الله منا كل خير. أمل تدفق في عروقي يبعث العزم الوطيد. هذه رسالة القدس تزحف من جديد وتظل تمعن بالتقدم لا تبالي بالعديد. فغدا سنرجع مجدنا ونعيد ماضينا التليد. نبقى الآن مع كلمة الأستاذ طارق الشايع عضو الهيئة العليا لتنسيقية مقاومة الصهيونية والتطبيع، فليتفضل تحفه رعاية الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وزعيمنا وشفيعنا يوم الدين محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين ومن سار على هديهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، شيخنا وأستاذنا وقائدنا أبو الوليد وصحبه الكرام، شيوخنا وأساتذتنا وتاج رؤوسنا وحضورنا الكريم، تنقسم كلمتي إلى 3. أما الكلمة الأولى فهي كلمة التأسيس، فإيمانا منا بالحق الفلسطيني وخطورة المشروع الصهيوني المحتل العنصري على فلسطين والأمة الإسلامية، وفي ظل تسارع الأحداث عالمياً وإقليمياً لإنهاء القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن وما سبقها وما تلاها، وفي ظل تساقط الكثير من الأنظمة العربية في وحل التطبيع العلني، كان لزاماً علينا توحيد الأمة في مقاومة الصهيونية والتطبيع عبر تنسيق الجهود التخصصية والشعبية في كل الأقطار، وإتاحة الفرصة لكل أفراد الأمة لمناهضة المشروع الصهيوني ومقاومة التطبيع وحماية فلسطين والأمة الإسلامية وأحرار العالم من مخاطر هذا الكيان عبر تنسيقية واحدة متجانسة متفاعلة. لهذا انطلقت التنسيقية
بمبادرة رائدة من قبل الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، حيث انطلقت في مطلع عام 2018 وتم تأسيس إدارتها ومنصاتها الإعلامية، وتم إطلاقها رسمياً وتدشينها في مؤتمر الرواد العاشر في 2018، وحققت العديد من الشراكات والعلاقات عبر العالم، الأمر الذي ساهم في إنجاح عشرات الفعاليات والنشاطات والحملات، وتم اعتماد هيئتها التنسيقية العليا المشكلة من 20 شخصية ممثلة عن دولها ومؤسساتها في تاريخ 4/2/2021، منطلقة من رؤيتها في أن تجسد عملاً ريادياً موحداً في مناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع لتعزيز الصمود وتثبيت الوجود للشعب الفلسطيني وحماية الأمة من مخاطر التطبيع وصولاً لنبذ الكيان الصهيوني وعزله. أما كلمتنا الثانية فهي كلمة عز وفخار، من معركة سيف القدس إلى الأبطال الستة. معركة سيف القدس هذه المعركة التي قطعت بحدها جبروت الاحتلال وعدوانه، ووضعته في حجمه الحقيقي حين يواجه بالقوة، وقطعت بحدها زيف المطبعين وخيانتهم، وكما قالت العرب: وسيفي كان في الهيجا طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. إن صواريخ المقاومة التي هددوا بها العدو ووعدوا بها الصديق قد بلغت مداها ووصلت لأهدافها وحققت مرادها في ردع العدو وزعزعته وإرهابه. وعد الضيف فصدق، قال أبو عبيدة وأبو عبيدة صادق: هذا شهاب الله يجتاز الفضاء ورجومهم في قبة متجمدة، صدقت عزائم جندنا بصمودهم والضيف في الميدان أوفى موعده. لله در أبي عبيدة فارسا بالنصر بشره الإله وأيده، هذه كتائب عزنا ملء العيون مهابة ملء العقول مرشدة، هذا حديث البأس بث شواظه في قلب رامون وأحرق غرقده. يا غزة الأحرار تيهي بالأولى، زرعوا التحدي في رسيس الأفئدة، فتوهجت في الروح شمس كرامة تدني بشائر نصرنا المتوردة. وفي هذه الأيام لا نزال في فرح وسرور لتركيع وكسر وهم قدرات العدو الصهيوني بملعقة طعام، إذلال لاحتلال ظن أنه لا يقهر، وخلف هذه الملعقة عزيمة وإيمان، وفوقه جرأة وشجاعة لا يقوى عليها إلا من قرر أن لا حل إلا بالمقاومة، ولا يفل الحديد إلا الحديد. شديد البأس يصنع ما يريد، عظيم النفس في البلوى شديد، يعيد المجد لا يخشى الرزايا، فيبزغ من رحى الأحزان عيد. شباب السجن من رسموا طريقا بعزم لان في يده الحديد، بملعقة وأيد طاهرات جعلنا الأرض تشهد من يسود. هم الأحرار بعد السجن صاروا لنا مثلا يغنيه النشيد، فلسطين بها أسد كرام إذا نهضوا ترى الأعداء بيدوا. أما كلمتنا الثالثة وعنوانها يعلمني الفلسطيني. نعم، لا يزال الفلسطيني يعلمني ويعلمنا يوماً بعد يوم معان كادت تختفي من معاجم الحياة. يعلمنا أهلنا في فلسطين افتخارهم بدينهم وعقيدتهم. أنا مسلم ولي الفخار فأكرمي، يا هذه الدنيا بدين المسلم، وأنا البريء
من المذاهب كلها، وبغير دين الله لن أترنم. ولتشهد الأيام ما طال المدى، أو ضم قبري بعد موتي أعظمي. أني لغير الله لست بعابد، ولغير دستور السماء لن أنتمي. يعلمنا المرابطون في فلسطين ترجمة حية لقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مددت يميني في يمينك مرشدي، على نصر هذا الدين دين محمد. وقدمت قلبي والمشاعر والمنى وسري وإعلاني وما ملكت يدي، ولست أبالي في سبيل عقيدتي عداوة باغ أو إساءة معتدي. فما أجمل الآمال تحت محامد، وما أجمل الإغماض تحت المهند. إذا افتتح الناس الحياة بمولد، فإن اختتامي بالشهادة مولدي. يعلمنا الأبطال في فلسطين كيف تكون حراً كريماً. كذلك أخرج الإسلام قومي شباباً مخلصاً حراً كريماً، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يقيد أو يهونا. شباب ذللوا سبل المعالي، وما عرفوا سوى الإسلام دينا. تعهدهم فأنبتهم نباتاً كريماً، طاب في الدنيا غصونا. يعلمنا الكرام في فلسطين عزة المؤمن وشموخه. فيا أيها الكون مني استمع، ويا أذن الدهر عني افهمي. فإني صريح كما تعلمين، حريص على مبدأ قيم. ومهما تعددت الواجهات، فلست إلى وجهة أنتمي سوى قبلة المصطفى والمقام، لأروي الحشاشة من زمزم. وأشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين. ولا يزال الأبطال في القدس، وفي حي الشيخ جراح، وفي غزة العزة، وفي كل فلسطين يعلموننا دروسهم، ولا نزال تلاميذ في مدرستهم. لهذا نقولها على لسان كل الأحرار في العالم لأساتذتنا في فلسطين، بأننا لن نخضع ولن نركع ولن نطبع ولن نبدل ولن نخون ولن نعترف بإسرائيل ولن ننسى الدم ولن نتصالح مع القتلة المجرمين حتى تحرر فلسطين، كل فلسطين. وشعارنا في ذلك: نحن مع فلسطين دوما وليس يوما، نحن مع فلسطين دوما وليس يوما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذ طارق الشاي على هذه الكلمة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا. الأخوة الكرام، نبقى مع فاصل إعلامي فيديو قصير عن تنسيقية مناهضة الصهيونية والتطبيع، فليتفضل الأخوة على بركة الله. الصهيوني كيان عنصري غاصب، سرطان في قلب الأمة، أحقاد خفية، نوايا خبيثة، أهداف توسعية، أذرع ممتدة، ترسانة إعلامية، ميزانيات لا متناهية لتحقيق الشرعية. نجح الكيان الصهيوني بتحقيق شرعية منقوصة عبر التطبيع الرسمي، إلا أنه يدرك جيداً أنه كيان هش كبيت العنكبوت، منبوذ من قبل الشعوب. تنسيقية مقاومة الصهيونية والتطبيع، صوت الشعوب ونبض القلوب. توحدنا. مؤسسات، هيئات، جمعيات، نقابات، مراصد، تجمعات، مشاريع، رموز وأحرار وشخصيات من كافة دول العالم لتحقيق رؤيتنا نحو عمل عالمي قوي وموحد في مواجهة العدو الصهيوني ومقاومة التطبيع، لتعزيز الصمود وتثبيت الوجود للشعب الفلسطيني المناضل، وصولا لنبذ الكيان الصهيوني ودحره عن أرض فلسطين عبر رصد تحركاته، كشف مخططاته، تعرية أكاذيبه وافتراءاته، فضح مشاريعه وشركائه، ونبذ أعوانه وأذنابه.
من خلال فعاليات ونشاطات متنوعة لتحقيق أهدافنا، وستبقى قوتنا بوحدتنا، وفلسطين بوصلتنا، وسنكون السد المنيع في مواجهة التطبيع. لكأنني بالقدس تسأل نفسها: من أين هذا الهاطل الهتان؟ من أين هذا البذل؟ ما هذا الندى يهمي علي؟ ومن هم الأعوان؟ هذا سؤال القدس وهي جريحة تشكو، فكيف نجيب يا الله؟ ستقول أو أقول: ما هذا الندى إلا عطاء ساقه المنان. هذا الندى بذل الذين قلوبهم بوفائها وحنانها تزدان. أما الآن نبقى مع كلمة الأستاذ خالد مشعل رئيس حركة المقاومة الإسلامية في الحماس في الخارج، فليتفضل تحفه رعاية الرحمن. القدس تألمها الجراح ونادتني يا ابن الكفاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد قائد المجاهدين إمام المرسلين، الذي شرفت به فلسطين حين أسري به إليها، ومنها كان المعراج إلى سدرة المنتهى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. وبعد، أيها الأحبة، أيها الأهل الكرام، رجالا ونساء، وفي مقدمتكم رئيس الائتلاف الكريم فضيلة الشيخ همام سعيد، وإلى كل العاملين والعاملات الذين أسسوا هذا الائتلاف ورعوه وسقوه وجعلوه دوحة شامخة بفضل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تدركون إخواني وأخواتي عظمة ائتلافكم؟ يقف الإنسان على مكان قد لا يدرك قيمته، قد لا يدرك أنه يقف على كنز ثمين، أو أن الله تعالى وضع بين يديه شيئا نفيسا مباركا مقدسا. أعلم أنكم تدركون، ولكنها الذكرى حتى نعض على هذا الائتلاف بالنواجذ، وحتى نصعد به إلى غايته المنشودة. هناك أحلاف وائتلافات من حولنا عبر العالم على مدى التاريخ، لكنها أنشئت من أجل الشر ومن أجل العدوان ومن أجل نصرة الظلم. أما أنتم فائتلافكم وهذا الحلف إنما هو من أجل قضية عادلة، وشتان بين أحلاف ظالمة وأحلاف عادلة، شتان بين من يأتلف نصرة للشر وبين هذا الائتلاف من أجل الخير والعدل. ثم هناك أحلاف وائتلافات على قضايا عادلة وعلى قضايا خير ونصرة المظلوم. أنتم في قلب هذا الخير وهذا العدل حين تنسبون كما قال الشيخ همام. هذا النسب العظيم هو ائتلاف عالمي من أجل نصرة القدس وفلسطين.
حين تنتسب إلى أم القضايا، إلى زهرة المدائن، إلى جوهرة العواصم، إلى البوابة التي كانت الأقرب إلى السماء. نزل الوحي على مكة، على حبيبنا محمد في مكة، وكان النبي الموحى إليه يصعد عبر القدس إلى السماء، حلقة دائرة عظيمة. فأنتم إخواني وأخواتي تنتسبون إلى ائتلاف من أجل هذه القضية المقدسة المباركة، فأي شرف نحن فيه لو كنا مؤتلفين لقضية عادلة كقضايا كثيرة في العالم، هذا شرف. فكيف حين يكون ائتلافنا من أجل القدس وفلسطين، من أجل قبلة المسلمين الأولى، من أجل المسرى والمعراج، من أجل الأرض المدمخة بدماء وخطى الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والفاتحين والجند العظماء عبر التاريخ. حين تنتسبون إلى هذه البقعة التي شهدت المعارك الفاصلة في التاريخ، هذه الأرض التي انتفضت طوال تاريخها ضد الغزاة فلم يبقوا فيها، لم يستطيعوا الصمود فيها، أنت إذن تنتسب في ائتلافك إلى قضية مقدسة مباركة عظيمة ضاربة جذورها في التاريخ وتمتد أغصانها إلى السماء، تصل بين الماضي والحاضر والمستقبل. ثم أيها الإخوة والأخوات، هناك ائتلافات تنشأ على قضايا عادلة ولكنها قد لا تنتصر، ويتجمع الناس ويحتشدون ويبذلون، ولكنهم قد لا يصلوا إلى أهدافهم، ليس لديهم ضمانة. فأي عظمة أن نأتلف من أجل قضية مضمونة النتائج. من يتردد أن ينخرط في ائتلاف لنصرة قضية الله وعد النصر بها، والرسول حبيبنا محمد بشر بها؟ فأي عذر لمن يتقاعس؟ أي عذر لمن يتردد؟ هذا وعد الله وبشارة النبي وصدق التاريخ وشواهد الواقع. كيف لا نثق بعد كل ذلك، وخاصة وأننا نرى البشائر كما قال إخواني في كلماتهم وأخواتي. الله يكرمك. كيف لا نثق أكثر وتطمئن عقولنا وقلوبنا أكثر؟ ما أعظم وأجمل أن نلتقي اليوم في الدورة الثالثة لهذا الائتلاف في ظل معركة سيف القدس، هذه المعركة التي جاءت في سلسلة معارك لكنها التي قربتنا إلى هدف التحرير. سيف القدس التي انتصرت على جبروت الاحتلال، سيف القدس التي تعانقت فيها المقاومة مع القدس، وكتائب القسام وكتائب المقاومة المظفرة مع قداسة الأقصى وبركته. ما أعظم أن نشهد نصراً فيه القداسة والبركة ورمزية الصراع القدس وعظمة المقاومة وبطولة المقاومين. أن نشهد إرادة الإنسان حين تصنع الصواريخ من لا شيء، حين تصنع هذه القدرة العسكرية رغم الحصار ورغم التجويع ورغم تدمير الأنفاق التي كانت تمد غزة ببعض السلاح، ولكن إرادة المقاتل المؤمن على أرض غزة وعلى أرض فلسطين تغلبت على كل العوائق، فصنعوا السلاح سلاحا يكافئ أقوى سلاح في العالم تأتي به أمريكا لنصرة هذا الكيان. أليست آية؟
الله تعالى يسوق لنا الآيات، فسيف القدس الله تعالى أرسلها لتعزز ثقتنا بالمستقبل، ثم تأتي الشواهد واحدا تلو الآخر. مجموعة من المرابطين والمرابطات قد لا يزيد عددهم عن هذا العدد الحاضر في هذه القاعة. تخيلوا مئات كأمثالنا، رجالا ونساء، شابات وشباب في عمر الورود، يرابطون في القدس والأقصى، يفتدونه. يا جماعة، قبلة المسلمين الأولى، مهجة الأرواح، هذه الأرض المباركة يفتديها مئات من أبنائكم وبناتكم، مرابطين ومرابطات. لولا الله ثم وجودهم لاقتحم الغزاة الأقصى ولهودوه أكثر وقسموه أكثر وهدموه كذلك وفق مخططهم. فينوب عن الأمة ذات 1,700,000,000 ينوب عنها بضع مئات في ساحات الأقصى مع الحاضنة المقدسية العظيمة، في البلدة القديمة، في باب العمود، في حي الشيخ جراح، في باب الأصباط، في باب الرحمة، في حي سلوان، في كل أرض القدس المباركة. إذن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. غزة ذات الكيلومترات المحدودة تتحدى إسرائيل وتنتصر عليها بفضل الله. أي آية؟ بضع مئات في ساحات الأقصى يشكلون درعا حاميا لمسجدنا وقبلتنا الأولى. أي عظمة هذا! فإذا عندما ننظر إلى هذا الائتلاف بمئاته وآلافه وما يمثلون في أقطار الأمة العظيمة، أنتم ليستم شيئا قليلا. لا تنظروا للدول والكيانات، الله ما نصر أمتنا بعدد كبير ولا بأنظمة، وإنما الله نصرنا بالمجاهدين الصادقين المرابطين. عدونا يقاتلنا من وراء جدر لأنه مرعوب، بينما أبطالنا يقاتلونه من نقطة الصفر، كهذا البطل الهمام الذي أتى إلى هذا الجدار الذي ظنت إسرائيل حين بنته حول غزة أنها أغلقت عليهم كل شيء. هذا البطل من نقطة الصفر يقتل القناص. يا سلام! أليست آية؟ الله يرينا كيف يقتل القناص. مهنة القناص أن يقتل، والله يقول الشاب البسيط هو الذي يقتل القناص. ثم هؤلاء الستة البررة بأدوات بسيطة، ملعقة وغير ملعقة. لقد سمعنا من شبابنا الأسرى المحررين كيف يحفرون الأنفاق. معجزات، والله معجزات يجريها الله على أيديهم. حتى هذه المحاكمة الإسرائيلية للجندي أو الجندية التي غفلت ونامت، من الذي أنامها؟ من الذي جعلها تغفل؟ متى؟ في لحظة عابرة. ربما كانت مستيقظة، في لحظة خروجهم نامت، سمعت قرقعة، استيقظت، ثم اكتشفت لا شيء. الله أنهى المشهد. ذلك صنع الله. وخايفين ما نهزم إسرائيل يا جماعة، والله سنهزمها، سيهزم الجمع ويولون الدبر بإذن الله. كل لحظة، كل مرحلة، كل محطة الله يرسل لنا آيات مثبتات، وهناك زعماء يرسلون لنا حوادث مثبطات، لكن أين تثبيت الله من تثبيطهم؟ الله معنا ولا غالب لنا. إذن ثم انظروا هذا النفق، حاجة عجيبة. كنا
عندما انطلقت انتفاضة 87 نستبشر بالحجر. هذا الحجر صنع ملحمة في تاريخ الجهاد والنضال الفلسطيني. اليوم اجى دور النفق، نفق لتهريب السلاح، ونفق لتهريب المقاتلين، ونفق لحمايتهم، ونفق لحرية الأسرى. إذن القصة ليست، مش محتاجين قنبلة نووية ولا سلاح متطور، هي الإرادة تصنع المستحيل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بينما ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فليست الكثرة التي تغني، وليس السلاح وحده الذي يغني، إنما الساعد والقلب والإيمان والعقل الذكي والثقة واليقين بالله تعالى. إذن هذه المسألة الأولى. نحن ننتسب إلى ائتلاف عالمي لنصرة قضية هي أم القضايا، ذات شرف ورفعة وقداسة وبركة ومضمونة النصر، فنحتاج إلى طمأنينة كاملة إن شاء الله. النقطة الثانية، هناك تجارب حولنا، من راهنوا على الاحتلال وعلى الكيانات الظالمة وظنوا أن الأمر ساد لهم، واعتبروا الحق جزءا من الماضي. البعض ظن أن فلسطين شيء من التاريخ، وأن الحاضر هي إسرائيل، وأن من يملك القوة ولو كان ظالما محتلا نضع يدنا بيده. ولذلك نشأت قصة التطبيع وهذه العلاقات الآثمة مع الكيان الصهيوني، ونشأت مشاريع في الماضي، الشرق الأوسط الجديد والشرق الأوسط الكبير، وصياغة ائتلافات وتحالفات ورسم حدود جديدة في المنطقة، ولكنها كلها تفشل واحدة بعد الأخرى، وتبقى الأرض ويبقى الشعب ويبقى الحق بفضل الله. أتتنا أمريكا بمشاريع منذ عقود، وكان البعض يظن أنها أمر لا قبل لنا به. البعض كان يروج، يا جماعة خلينا واقعيين نخضع لذلك، ولكن الحمد لله مضت مشاريع التسوية ومشاريع التنازل والتفريط والخضوع للأمر الواقع واحدة تلو الأخرى، وفشلت تحت أقدام الصامدين والمرابطين بفضل الله. وآخرها صفقة القرن وقرار الضم، أصبح جزءا من الماضي بعد أن كان حديث الساعة، وأنه أمر لا نستطيع مواجهته. والله يرينا كل يوم كيف ترحل هذه المشاريع. أمريكا التي سادت في المنطقة اليوم ترحل وتجر ذيول الخسران والعار والخزي والهزيمة من أفغانستان، وسترحل من بقية أرضنا من العراق ومن كل المنطقة. إذن إلى أولئك الذين يراهنون على أمريكا وعلى الكيانات الظالمة وعلى المعتدين والظالمين، عليهم أن يعلموا أن هؤلاء حالات مؤقتة، أما الباقي فهو الحق، وهي الأرض وهي الشعوب. وإن شاء الله هذا الكيان الصهيوني سيرحل قريبا بإذن الله. وقلتها بالأمس في لقاء محدود هنا في هذه القاعة، وأقولها اليوم: من كان يظن أن فلسطين عبء عليه وأن ضريبة الوقوف مع القضية الفلسطينية ومع الحق الفلسطيني ودعم المقاومة يتهم بالإرهاب، ومن يدعم بالمال يتهم بالإرهاب ويصنف في قوائم الإرهاب،
وكان الناس يخشون ذلك. فهذه لحظة الحقيقة، أن الزيف فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. أمثال يضربها الله في كل لحظة. من كان يظن أن التطبيع يعزز موقعه في بلده ويصرف عنه الضغوط ويسهل وضعه في الحكم، هذا وهم. ما كان الله ليجعل نصرنا وتمكيننا عبر الباطل، بل إن من يعتقد أن التفريط بشيء من فلسطين والمساومة على أرضها والتقارب مع الكيان الصهيوني يمكن أن يخدمه تكتيكيا، هو يأكل لقمة مسمومة، هو يفرط في أعز مقدساتنا وقضايانا. ولذلك الله يعاقب من تختل الرؤية والبصر لديه. لا نحب لأحد أن يخطئ، لا نشمت بأحد، بل والله ندعو لإخواننا وأخواتنا جميعا أن يعينهم الله على تجاوز كل أزماتهم وأن يروا الحقيقة كما هي. لكن كفانا اعتبارا يا جماعة، لا نجرب المجرب، لسنا محتاجين أن كل واحد لازم يجرب بنفسه، كفانا اتعاظا. الرجل العاقل الذي يتعظ بغيره لا بنفسه. لذلك رسالتي لكم الثانية في هذا الائتلاف: حذاري من الرهان على المشاريع الفاشلة، حذاري من التساهل في مقارفة التطبيع، حذاري من الليونة في التعامل مع الكيان الصهيوني، حذاري من المداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قل آمنت بالله تعالى ثم استقم. الاستقامة على الحق مع الجهاد والصبر والعطاء مفتاح النصر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه مفاتيح النصر. النقطة الثالثة والأخيرة في حديثي، شعار جميل يا أبو عبد الرحمن أخي منير، أنت وكل القائمين على هذا الائتلاف: رواد القدس يحملون سيفها. شعار جميل، أي أن سيف القدس الذي سيحرر فلسطين كلنا نشترك في حمله. لكن حتى يكون حملنا أو امتشاقنا لهذا السيف، حتى يكون ذلك قويا يتناسب مع ما قام به أبطال غزة وأبطال القدس وأبطال فلسطين، شعبنا في 48 وفي الشتات والأمة، ويتناسب مع مرحلة التحرير، لا بد أن يكون حملنا وامتشاقنا له ليعطيه مزيدا من العزم والمضاء. وظيفتنا أن نصقل هذا السيف. فماذا نفعل في هذه المرحلة؟ الأمر الأول، النقلة الأولى، أن نستحضر كم معاناة أهلكم في غزة والقدس والضفة وال48، وأن نبذل من عطائنا ما يناسب عطائهم. تخيلوا الستة اللي خرجوا من السجن كم شهر أمضوه في ذلك. هذه صواريخ غزة كم سنة، كم رجل وامرأة وكم شاب اشتغلوا في صناعة الصواريخ، كم بذل جهد في تربيض هذه الصواريخ تحت الأرض. هذه الصواريخ اللي شفتوها في المعركة كلها مربضة تحت الأرض، أي جهد عظيم بذل. لذلك تصور عظمة الجهد على أرض فلسطين التي أعطتك هذا النصر وهذا الألق وهذه السعادة، فابذل مقاربا لها من عطائك. إذن ليكن عطاؤنا بمستوى هذا الإعجاز وهذه العبقرية وهذه البطولة التي
أراكم إياها إخوانكم وأخواتكم على أرض فلسطين. فلا تقل فعلت الكثير، كل ما تفعل أقل مما يفعلونه. إذن ليكن عطاؤنا بهذا المستوى. ثانيا، ليكن عطاؤنا أننا دخلنا مرحلة التحرير. اليوم نريد نصرة القدس وفلسطين من موقع أننا في مرحلة التحرير لا مرحلة الصمود والمقاومة فحسب. ولذلك قلت بدأنا بالإسناد ثم الشراكة ثم الانخراط في المعركة. فأرى أن نرفع الشعار اليوم، نحن في مرحلة الانخراط مع أهلنا في فلسطين في معركة التحرير. ضعوا هذا الشعار ونفذوا استحقاقاته. ليكن عطاؤنا المالي، ليكن عطاؤنا السياسي والإعلامي، حجم الدعم الذي يقدم، درجة صقل هذا السيف بمستوى أننا منخرطون في معركة التحرير، شركاء على أرض الميدان، شركاء بهذا الشرف، وإن شاء الله النصر قريب. نحن لا نتحدث عن غيب بعيد ولا عن مستقبل لا نرى ملامحه. سيف القدس قربتنا إلى الهدف بإذن الله تعالى. فأدعوكم إخواني وأخواتي أن نطور فعالياتنا وأدواتنا وتشكيلاتنا في الائتلاف ودرجة الدعم في كل بلادنا بهذا المستوى، وإن شاء الله استثماركم ناجح. هذا القرش وهذا الدولار وهذا الدعم يكون إن شاء الله مضاعفا أجره ومضاعفا فضله وثمراته يقينة بالنصر بإذن الله. حتى يسجل مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. لماذا؟ حبسهم العذر فقدموا عطاءهم. الجغرافيا باعدت والعوائق باعدت، لكن عطاؤك يجعلك في قلب المعركة. فهذه رسالتي لكم. إن شاء الله نحن في الدورة الثالثة للائتلاف، وإن شاء الله ما تأتي الدورة الرابعة ولعلها تكون على أرض القدس إن شاء الله. نصقل سيف القدس ونمتشقه مع أهل القدس وغزة، وبإذن الله سنرفع هذا السيف احتفاء بالنصر بعد أن رفعناه في معركة المقاومة والتحرير بإذن الله. بارك الله فيكم، يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الأخ القائد المجاهد أبو الوليد على هذه الكلمة الطيبة المباركة. أسأل الله أن تكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا. الضيوف الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية أولى فقرات هذا الملتقى، على أن نستكمل ونستأنف فقراته بعد صلاة الجمعة وفترة الاستراحة بإذن الله تعالى. نترككم الآن للتجهز لصلاة الجمعة، والتي ستكون في الطابق الأول 1:15 بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف بإذن الله تعالى، ثم نعود لنلتقي نكمل باقي فقرات هذا البرنامج على 4:00 مساء بإذن الله تعالى. وإلى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.